لما نعمل الجمال ده في البيت يبقى استحالة نشتري اكل جاهز من بره. هنعمل الشيش طاووق باسهل واظبط طريقة، وتتبيلة بجد خطيرة مع شوق الاطفال والكبار. حاجة كده روعة جدا، اكلة بسيطة وسهلة وكمان خفيفة جدا. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. في البداية هنحضر التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة عبارة عن معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من الزبادي، كمان معانا عصير ليمونة كبيرة. هحط كمان القشر بتاعنا بيدينا مزازة حلوة قوي. معايا فص ثوم مفروم، كمان معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص. حطيت معلقة كبيرة من الصويا صوص. كمان معايا البهارات بقى بتاعتنا او هنبهرها بايه. معايا نص معلقة من الثوم البودر، نص معلقة من البصل البودر، كمان معايا 7 بهارات او بهارات فراخ، نص معلقة من البابريكا، فلفل اسود، وكمان معايا سنة صغيرة كده من القرفة. كمان هنظبط الملح بتاعنا، حطيت حوالي معلقة صغيرة من الملح. هنقلب كل التتبيلة بتاعتنا، وبعد كده جايبة صدر فرخة غسلاه كويس جدا ومقطعاه مكعبات متوسطة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. ممكن نعملها بصدور فراخ وممكن نعملها كمان بالاوراق اللي انت حباه، دي حاجة بتاعتك انت. شايفين بقى حجمها كده متوسط حلو جدا. وكمان بعد ما بقطعها واغسلها بصفيها تماما من المية، يعني بحطها في مصفى كده تصفي ميتها تماما علشان تشرب التتبيلة معانا. خلاص كده تبلتها، حطها بقى في التلاجة ساعة ساعتين من قبلها بيوم. كل ما الحاجة دي تقعد في التتبيلة كل ما هتديكي طعم احلى. الخضار زي ما انت حابة، انا عملت فلفل اصفر، فلفل الوان اصفر، وفلفل احمر، وكمان فلفل اخضر وبصل بس. ما بحبش احط طماطم علشان بتتحرق معانا، فالافضل ان احنا نحط فلفل وبصل بس، وطبعا زي ما انت حابه. بعد كده بجيب بقى عصايه الشيش طاووق وبنحط الفراخ كده بالشكل ده. بحط بصل، بعد كده فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، وكمان احط قطعه من الشيش طاووق، وبعد كده اضيف بقيه الخضار تاني نفس الطريقه بالظبط. خلصت الكميه بتاعتي كلها. شايفين بقى الجمال، كل ده بصدر فرخة. الصدر الفرخة ده كان حوالي كيلو الا ربع من الفراخ. سويها بطريقة حلوة جدا. انا جبت صينية غلفتها بالورق الفويل كده بالشكل ده، وبعد كده رصيت عصاية الشيش طاووق بالشكل ده. بتبقى حلوة جدا، بتبقى كأنها مشوية بالظبط، بتبقى طعمها خطير جدا. ممكن برضو نسويها بأي طريقة انت حباها. لو حباها على الجريل او في طاسة ممكن نسويها برضو بأي طريقة انت حباها. بعد ما خلصت التسوية بجيب فحماية، وبعد كده بحط عليها معلقتين من الزيت، بتدينا تدخينة حلوة قوي وريحة حلوة جدا. بعد كده بقى قدمته على بصل، حطيت على البصل ده معلقتين من البقدونس، وكمان نص معلقة من السماق، ملح وفلفل اسود، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده فرشتهم تحت الشيش طاووق، بيدينا برضو طعم حلو جدا. قدميه بقى مع طحينة بالشكل ده، مع عيش سوري طعمه حلو جدا، مع رز بسمتي برضو حلو جدا، مع مكرونة اللي انت حابه. تتبيلة مظبوطة جدا، طريقة سهلة جدا برضو، لازم تجربيها. جربيه هيعجبكم جدا. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، كمان المتابعة.